من كل أب من كل أخت وشهدتنا مصر وحارتنا مصر وشهدتنا مصر والحارتنا مصر اهلا وسهلا بيكو. جبت لكم معايا العرايشي اللي ما بيغلطش. مساء الخير. مساء النور يا مالك عم. بقى؟ بقالك كام يوم عمال تقول لي انا عايز اسالك سؤال بس. اتفضل. بالظبط يعني اتفضل. احنا كم مره نتكلم في الاعلام عن الناس اللي ما عندهاش دم اللي بتكيل بمكيالين؟ ما هو احنا ده كتير، ما هو ماشي ده طبيعي. ماشي. انت الوضع مش هنقول من بدايه كاس العالم للقارات، من قبل كاس العالم للقارات باسبوعين بشهر، مش شايف ان في وضع مكايده؟ ما هو لازم يا حبيبي، ما هو وضع المكايدة ده جزء من اللعبة. بس ايه بقى؟ بس لا إيه هو بقى؟ بص انا هقول لك قبل اي حاجه، هو الفيديو ده اساسا انا مش عايز اقول تحذير، تحذير. انا بتكلم بجد لان اقسم تحذير. بالله لو لقيت اعلام ده جامد باطل، قوي البق ده جامد. انا تحذير لو دي. لقيت اعلام جامد في حق الزمالك ورحمه ابويا بعد كده ما هرحم، انا ما بحلش. ايوه انا في عارف. الغلط أنا ما بقول لك بحلش. بلاش تقولي لا يستاهل. ماشي. فعشان نتكلم كلمه، نادي الزمالك نادي الاهلي، سيبك من الزمالك دلوقتي، قبل او ساعه التحضير من شهر لكاس العالم للانديه وهو عمال يشتري في لعيبه اولا بيكايد بيها، زائد ان هو بيجمل ده بلعيبه تانية بالشراء في الدوري. تمام. الاهلي المصري بيفضي انديه الممتاز من افضل لعيبه وافضل عناصر في فرقتها تعمل شو حلو او تعمل ماتش حلو مع الفريق بتاعها. ماشي. تمام. ادي حاجه. ماشي. نادي الاهلي حاليا هو عنده منتخب مصر بل منتخب افريقيا. تمام. عنده 5 عناصر لو قلت لك اسم كل واحد فيهم معلش يكسب فرقته ماتش. تمام. طيب بدأنا ورحنا ما اتكلمناش في حاجه، ما اتكلمناش على المزايدات، ماشي، وما اتكلمناش على اللعيبه ماشي، واخلاق اللعيبه. حلو معايا؟ ايوه. بدأنا خلاص جهزنا ومسافرين، النادي مسافر النادي الاهلي بالاعلاميين بتوعه الحلبوله من الاخر. المهم اسمعني بس، طالعين يا باشا على ايه؟ على امريكا. تمام. ماشي. يا نادي يا اهلي يا اعظم نادي في الكون، انتقي اللي يشرفك اعلاميا. عيب لما يبقى راجل او كان لاعب في يوم من الايام في الاهلي وسنه تعدى 60 ربيعا ولا 70 ربيعا. لا استنى بس ما تيجي تقدمه صح. لا وشعره كان ابيض. لاعب في الاهلي، لاعب منتخب مصر، صاحب اول واحد يلعب كوره يبقى سبب في تغيير قانون في الكوره. بس نيجي نقول بقى الكلام المظبوط. ايوه. عيب لما يكون واحد اعلامي بالحجم دوت والسي في اللي قاله اخويا علي دلوقتي عنه ينزل بكلام مكايده، بكلام من تحت بير السلم، مش بتاعنا احنا، مش بتاعنا هو متعود على هبه، هنعمل له ايه يعني؟ طيب؟ لا نظام هو متعود على هبه. نظام شكريه وفكريه دوت احنا قادرين نتعامل معاه، موهوبين في التعامل معاه. ماشي. بس ليه هتاخد احتقان جامد بين جماهير الناديين؟ هيخلق طبعا، هي اتخلقت فعلا. لا ومن زمن الزمن واحنا بنحارب حاجه. طب الاعلامي دوت اساسا بيشجب اعلاميين بيتكلموا في حق النادي بتاعه، وبيشجب اعلاميين بيتكلموا كلام مش مظبوط، يقول لك لا عيب يا جماعه وما ينفعش كده يا جماعه. انت اتحطيت في الوضع بتاعهم دلوقتي، يعني انت راجل بتكيل بمكيالين. بدات الرحله بتاعتك بان النادي الاهلي هيقدم بطوله ولا اروع. يا باشا لا اسمعني لو سمحت يا عم علي والنبي، اسمعني عشان بص انا ايه ده بس. لا اصل عايزك تاخد الامور بقى اهدى من كده يا باشا. انا مراتي مفقوعه وفي حاجه ثانيه مفقوعه، ما ينفعش اتكلمها على فيديو هنزله. لا ماشي. بدا لنا المعلم بقى ايه؟ الكابتن احمد شوبير ان هو هينزل الاهلي جاي ونازل امريكا عشان يعمل مستوى عالي جدا ويؤدي اداء راقي جدا ويعرف العالم مين هو الاهلي اللي كل سنه بيشرف القاره بتاعته في بطوله كاس العالم للانديه. حضرت واشتريت لعيبه، انضف لعيبه في البلد عندك، لعيبه بتفضيها من انديه المفروض ان هي تبقى انديه تنافسك على بطوله الدوري عشان نتكلم فيها. ماشي.
قللت الاهلي تهليل. هو الاهلي يستاهل التهليل ده على اسماء اللعيبه اللي ب 2 مليار جنيه، يستاهل التهليل ده، مش هنقول لا. ويشاء القدر ربك السميع العليم بعد اول ماتشين تتغير لهجتك ونبرتك. ليه يا باشا؟ ما انت كده بتكيل بمكيالين. لكن انت تيجي تقارن الاهلي بفرق عريقه اتهزمت وايه يعني؟ لا، هو الاهلي المفروض مش بايه يعني، المفروض الاهلي على كلامكم بمن حضر او بمن خسر. ما هقول لكم ايه، ماشي؟ انت راجل اعلامي، ما تجيش تقول ما هو باريس سان جيرمان اتغلب، اتقالت النهارده برضه صن داونز اتغلب 4-3. طب لعلمك انا هحط لك وجه 4-3 يا باشا، اسمعني. انا هحط لك هحط له وجه مقارنه، او احط الناس اللي بتفهم كوره، ده لو في ناس بتفهم كوره، وجه مقارنه في هزيمه صن داونز. انا اتمنى ان الاهلي يبقى مكان صن داونز ويتغلب الثلاث ماتشات اللي في المجموعه بنتيجه ايجابيه زي كده. ليه؟ شوف، هزيمه ايجابيه. ليه بقى؟ صن داونز اتغلب 4-3، معنى كده ان دي فرقه ليها كيان، ليها هزت الشبكه. ايوه، هزت الشبكه بناء على ايه؟ على بدايه هجمه من الدفاع للهجوم، وخط الوسط ادى والهجوم ادى. بروسيا دورتموند برضه ليها اخطاء دفاعيه. ما هو هنا اصل الكره دي كره قدم، اللي بيعافر واللي بيستحمل واللي بيجاهد ربنا بيكرمه. وفي برضه نوعيه الجنرال حظ بتلعب معاهم، وطبعا انتوا كاهلاويه عارفين هو الجنرال حظ في مصر مع صفاره الحكم والتحكيم بتاعه. خلي بالك بقى، دوس على جنرال حظ يا باشا صلي على عشان الماتش الجاي هيبقى فيه جنرال حظ. افهمني بس، افهمني انا بس بقول لك يا باشا، افهمني بس، نخلص بس الكلمتين بتوعنا يا عم علي. اتفضل. ماشي. صن داونز فرقه اتغلبت بنتيجه طبعا وحشه ليها، بس هي ايجابيه كنادي، كلاعيبه ادت وجابت اجوان، كان ممكن تفوز على حسب مجريات المباراه. لعبوا. ماشي. انت عملت ايه؟ انت عملت ايه كاهلي؟ ماتشين، ماتش انتر ميامي 0-0، والماتش ده احلله بس تحليل بسيط، فرقتين جهدوا وكافحوا في نص الملعب معايا، ما لقوش لبعض حلول لا فرديه ولا جماعيه، والماتش انتهى 0-0. هي ديت التعليق او التحليل اللي بيتقال على الماتش اللي بيخرج دايما بنتيجه سلبيه 0-0، ولا كلامي غلط؟ والله وجهه نظرك برضه احترمها، بس هنتكلم يعني ماشي. هنتكلم في ماتش بالميراس ادى فشل ذريع للاهلي. اولا الشوط الاهلي الثاني كان وحش. اولا الاهلي هو زباله. لا، الشوط الثاني كان وحش. ماشي. ما عندوش حلول للهجوم، خط وسط مش عارف يدعم الهجوم، وفي نفس الوقت مش عارف يسند الدفاع. فانت بتقارن نفسك بمين؟ ده صن داونز اللي اتغلب 4-3 افضل منك على الاقل شكل، النادي عمل نفسه كيان. انت ادائك او حجمك في بلدك، تطلع بره ليه؟ يعني اديني عقلك، ايه اللي يخليك تسافر بره وتعر نفسك بلعيبه وزنها المفروض ذهب؟ المفروض طلعت بره عملت ايه بقى يا باشا؟ شرفتنا، ده انت شرفتنا قوي، ده متشكرين قوي، اقعد اشرب الشاي. ماشي. يعني احنا كناس بنفهم كوره مفيش نظام ما بنحبش المكايده ديت. ليه اللي بيعمله الكابتن المحترم دوت الاعلامي المحترم ويكايد في اللعيبه، والنسر جه والنسر راح. النسر اساسا جاي، اساسا شكله جاي بالطياره ورا منهم، ريشه مقصوص يا باشا، ما بيطيرش الا في الاجواء المصريه عندنا. هو ده النسر بتاعكم، لكن بره راقد على البطين بتوعه. انا بكلمكم الاخر، انتوا بقى عملتوا ايه اللي انتوا عملتوه؟ ماشي. لا شرفتونا ولا نورتونا ولا عملتوا اي حاجه فيها ريحه كوره مصريه، كوره ابداع، ما شفناش حاجه من دي. لكن يجي الاعلامي يقارن الاهلي بباريس سان جيرمان معايا، ويقارن الاهلي بانديه المفروض ان هو في اول كلامه قبل البطوله ان هو جاي يعمل لهم حاجه، ولا عمل اي حاجه. بس بنتكلم كده كلمتين على نور. اما بقى بالنسبه لنظام المكايده وكده، انت انت منظومه النادي الاهلي كنادي اهلي لو تقبل على اعلامي زي دوت يبقى متواجد معاهم، فاستحملوا بقى اللي هيحصل بعد كده من كل اعلاميين من الجانبين. ما ينفعش تسلط واحد او تجيب اعلامي عشان يتكلم في حق الزمالك. انديه كارهه، انديه مش عارف ايه، الناس بتبص لنا بيتعب فينا مش بيتعب فينا، انت ما حصلتش تيجي البطوله ديت، انت مش عارف. ما تخليك في النادي بتاعك. سبحان الله ومن اعمالكم سلط عليكم. انت عايز تعرف الاهلي دلوقتي الكلام اللي بيتقال عنه ايه هناك في امريكا؟ ما تسمعش الاعلام بتاعكم، الاعلام اللي بينزل ما تسمعوهاش. احنا متشرشحين. شوف انا بقول احنا، اسمع اعلان نادي مصري، الاعلان المنافس، نادي مصري. فبنقول احنا، ما بقولش انتوا متشرشحين.
عامة يا كابتن يا حلو يا اعلامي يا محترم يا ابو شعر ابيض، راعي سنك. عيب الكلام اللي من تحت بير السلم. انت ابنك راجل واد لعيب وموهوب، عيب يشوف بابا حبيب قلبه بالمنظر ده، ما ينفعش. والنادي الاهلي كنادي منظومه محترمه، عيب برضو ان انتوا تبقوا على اعلامي بالشكل ده بيسوء ليكم. يعني لما تلاقوا اعلام مضاد ليكم اقسم بالله هتتكلموا تقولوا ايه؟ ما انتوا كانوا في ايديكم ان انتوا تقعدوه في البيت زي ما قعدتوه المره اللي فاتت، فما ينفعش. اما بقى بالنسبه لنادي الزمالك، النادي اللي انا بعشقه وبنتمي ليه، يكفيني فخرا ان انا باقل امكانيات ماديه، بظروف ماديه معقده، بوقف قيد بتاع، دايما كل سنه بطلع لي ببطوله، وده يكفيني ان انا اسمي لسه موجود. لكن انا لو ظروفي ربع ظروفكم انتوا، ومن اين لك هذا، ما بنتكلمش في حاجه زي كده، اقسم بالله العلي العظيم لنلعب كوره برازيليه محترمه. بس لكن انت تيجي تزايد على نادي الزمالك وتدخل دايما الجماهير ونادي وشحن معنوي، ليه؟ انت استفدت ايه؟ انت الدنيا كلها بتضحك عليك، عايز الدنيا كلها تضحك عليك اكتر؟ قسما بالله انا لو لقيت اي اعلامي اهلاوي داخل على مش هقول مثلا نادي الزمالك، على اصغر لاعب في قطاع ناشئين نادي الزمالك بكلام سلبي معايا، والله ما هسكت. فعلا انا بتكلم بجد، لان هي المفروض العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم، وانت بديت، وهنشوف بدايتك بعد ماتش بورتو هتبقى عامله ازاي. واستحمل بقى مننا، واتمنى ان الاهلي يكمل. ما يعني بص اقول لك على حاجه، الجنرال يا متخلف يا فاقد الاهليه، الاهلي بيلعب باسم مصر. لا استنى لا بس، لا انت لا تختلف انا هنا الطريق. لا لا، معلش، انا بتكلم لا عشان انت بتتكلم كده بقى، انت كده بجد بترجع تاني لنقطة الصفر. نقطة صفر ايه؟ اول ما بيوصل لاي، عارف الاهلي لو طلع 16 هو الاهلي بيمثل نفسه. مين اللي هيقول كده؟ كل الاهلاويه لا يا باشا، والله زي ما بقول لك. دول مش اهلاويه، اوه صدقني دول مش اهلاويه يا بيه، وناس ما تفهمش حاجه في يا بيه الكورة. والنبي الله يرضى عليك، اذا كان رب البيت بالدف ضاربه، لما يجي واحد اعلامي تشيمة جوه اهل البيت الرقص. اذا كان اما يجي واحد المفروض ان انت طالع كل همك اللعيبه ونفسيتهم وادائهم وكل اللي يخص النادي، وتبتدي تشغل لعيبتك بكلام فاضي ما يرضيش ربنا ولا ايه؟ انا دلوقتي قاعد بتكلم على الاهلي، خلاص اتكلم على الاهلي، ما اجيبش سيره حد تاني يا باشا ده المفروض. بص احنا اتعودنا نمرة اتنين اسمعني بس، انت عامل للعيبه مقابلات قبل البطوله ما تبتدي، واحنا كجمهور استشفينا ان اللعيبه مش مستحمله بعضها. لما واحد زي الشحات يقول انا في مكاني، انا لا انا عايز احسن، انا المفروض ابقى اعلى، انا استشفيت ان في حوارات. كل دول يا باشا خراب هيطلع على النادي قريب. النادي الاهلي عنده يعني مش عارف عمل كده ليه، ده عنده في كل مركز 3 لعيبه، اللعيبه هتصدق. انا كان رايي يكمل بكل لعيبته، ملوش دعوه بحد، اللي جايين دول خليهم للموسم الجديد. كنت انت عملت ده، انت مدرب جايبه جديد، ما اعرفش اسامي لعيبه لسه. احنا في الاول وفي الاخر بنأمل من الله ان الاهلي يطلع بشكل حلو اكراما لسمعه بلدنا. هو بقى بينتمي للبلد، حاسين نفسهم ان هو الاهلي دوله لوحديها، دي براحتهم. هم شايفين نفسهم لا لوحدهم. ده بقى ده اسمه عقم. مش هم بيقولوا احنا فوق الجميع واحنا نحكم واحنا دوله واحنا انت عايز كلامهم يا باشا؟ انت عايز ايه من واحد اهلاوي مصبح عليا بيقول الحمد لله على نعمه الاهلي؟ شوف الغباء. يعني الحمد لله على نعمه الاسلام، الحمد لله على نعمه الستر، الحمد لله على نعمه الدين والتدين، لكن الحمد لله على نعمه الاهلي. هل هو وجهه نظره؟ ده عقم، دي وجهه نظره هو. عمرنا ما قلناها كده يا حبيبي، دي وجهه نظره وانا ما اقدرش اتدخل، وكل واحد شايف ان انت كزملكاوي تقدر تقول. لا انا بقول ايه، انا ما بقولش كده، اقول انا زملكاوي لاخر يوم في عمري، ما فيش مشكله. بس الحاجه الاخيره بس انا عايز اوضحها لكم، ان شاء الله رب العالمين اولا اتمنى ان الاهلي يؤدي المباراه اللي جايه دي مباراه حتى حفظ ماء الوجه. انا اتمنى برضو ان ماشي. الاهلي يؤدي المباراه دي وما يخشش فيه جوان، وان شاء الله يجيب جون واحد بس، ايه يرجعوا بيه في الطياره. أيوة. وازن الطياره. سلام عليكم. عشان انا استاذ محمد يا جماعه مش عايز برضو يزعلكم منه، بس انا دغري وواضح، برامج الاعلام المصري عندنا هنا لو ما كانش فيها شطه حراقه ما بيحصلش يا باشا. ما حدش بيتفرج يا باشا واحنا هنسكت؟ لازم شويه الشطه، هما بيحطوا الشطه دي عشان يعرفوا يسترزقوا. عليا النعمه من نعمه ربي، انا ما هسكت لاي حد اعلام اهلاوي على اي صفحه
انا هبهدل الدنيا بجد لو اي حد تدخل في امور نادي الزمالك. خليك في هتتفرج نادي. على الماتش الساعه 4 الصبح؟ هتفرج على الساعه 4. لا انا هكون نايم، لا، انا عايز اصحى الصبح على خبر جميل. طب ايه رايك نعملها لايف؟ طب ايه رايك بعد الماتش اعمل لايف انا وانت؟ انا عايز اصحى يا الصبح باشا على قدام- خبر حلو. قدام الناس اللي هتسمع الفيديو ده، ايه رايك ان انا اعمل لايف انا وانت 4 الصبح 4 الصبح؟ والمتابعين هيبقوا موجودين. يا باشا لو عايزني لو المتابعين في التعليقات والكومنتات لو النهارده انت عايزني انزل لك واجي لك بالعربيه لغايه باب البيت يا ونعمل معالي لايف الباشا، براحتنا. لو المتابعين هيحضروا معانا بعد الماتش اللايف اللي هنعمله انزل يا وهتفرج باشا، على الماتش. هو اساسا ساعتها مش هيبقى حاجه فيديو كده هنسجلها، ننزل لايف مباشر يا باشا. ايوه انا عارف، بس خلاص. ما انا بقول لك لو المتابعين هيبقوا قاعدين يحضروا اللايف انا موافق. بس انا عايز اصحى على خبر حلو ان شاء الله ان الاهلي في طريقه للمطار وراجع. يا باشا هو لازم يرجع. هو بص صلي على النبي، اصله عاجلا ام اجلا هيرجع، فيرجع بدري احسن. مش عيب. بس بصوا- اهم حاجه والنبي هاتوا لنا جون. بصوا والنبي انا يا عم عايز صل اقول على- على حاجه والنبي ومن نبى النبي جون يا عم جون. خلوني بصوا خلوني كده افتح باب البلكونه والاهلي جاب جون. بلاش الاهلي فاز. الاهلي يا لهوي ده ليها شكل ورونق. ايه ده بعد كده بقى يا ننوس عين ماما لو ما حققتش حاجه في البطوله ديت ترجع بلدك معزز مكرم، على يمينك لجنه حكامك، على شمالك اتحاد الكوره بتاعك، في النص لجنه لجنه ايه؟ اللجنه بتاعت ايه؟ بتاعت ايه؟ لجنه الانضباط. امال لجنه ايه؟ قول انت مصيبه. قول والنبي. اللي دايما في النص، لجنه ايه؟ اللي هي دايما في النص دي اللي هي بتاعت الرابطه. أيوة، الرابطه اهم حاجه تقعد جوه الرابطه، والاقرع اللي مصبط لكم الدنيا تقعد ومسويها لكم على البلاطه جوه الرابطه وتقول انا اهلاوي انا رقم واحد، وانت جوه الرابطه وهي تلف بيك كده الرابطه انا اهلاوي انا رقم واحد. نتمناها ان شاء الله مباراه بورتو مباراه طيبه تليق باسم النادي الاهلي، وعلى خير ان شاء الله نشوفكم انا بعد كده انا واخويا حبيبي الاستاذ علي. حبيبي يا محمد، عشان انا عارف انت مرقد ترقيده بنت وسخه وانا برضه مرقد. انا مش هحل اي حاجه بص انا فضلت صابر والانسان الصبور ده وحش لما بيستلم حد. انا اتمنى في مباراه بورتو ان انا اصحى الاقيكوا خسرتوا. سبحان الله. سواء الاهلي اتغلب أو مش خسر طايقنا دول، أو انا عارف خسر، ان هم إحنا مش طايقنا عشان للاسف احنا شايفين الحقيقه شويه وعارفين ان المكايد دي جزء من الفتح الشهيه للموضوع الكروي. طب نقول بقى السلام عليكم. ماشي، انا فضيت الشحنه المعنويه اللي يلا عندي. بينا. انا كنت محتاج بس ان هو يخرج اللي عنده، هو قاعد اصلا من الساعه 12 الظهر. الظاهر في حاجه في الراديو اتقالت برضو عشمنته. انا مش عارف. فانا عذره لان انا برضو على الراديو بسمع يعني من اول الساعه 9 بنسمع مهازل لغايه الزيف زازف. عامة احنا مع بعض الزيف زازف اللي انتوا هو عارفينه. ماتش يوم ايه؟ المفروض ان هو فجر الثلاثاء إن يعني شاء الله، الاثنين إن شاء بالليل الله. نظبط المنبهات، كله يظبط منبهاته على الساعه 3 ونص. وباذن الله انا هشرفكم طبعا يعني. طبعا هجيب جون ولا ايه؟ لا يا باشا اجيب جون ايه؟ انا هجيب فيهم جون. فنسيبها على الله. والسلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم وبركاته.